يا دكتورة، في بنات كتير بيخافوا من الفيلر والبوتوكس وبيعتقدوا إنهم ممكن يغيروا ملامحهم بشكل غير طبيعي. حضرتك إزاي بتطمنيهم؟ شوفي، هو السؤال في حد ذاته كويس، يعني إن هم بيبقوا عاوزين يسألوا علشان يطمنوا، ده شيء طبيعي. أي حد لازم يعمل حاجة لازم يكون مطمن إن هو بيعملها، لأنه هو هيتحمل تبعات اللي هتحصل بعد كده. أوكي، كونها بقى تغير الشكل يبقى مش طبيعي. أولاً إحنا لما ندي على سبيل المثال إبرة فيلر واحدة، الإبرة دي يعني خمس معلقة شاي صغيرة، ماشي؟ التغيير اللي ممكن تعمله علشان خاطر نغير شكل خد، أكيد هو السؤال طبعاً علشان الخد دلوقتي، عشان نغير شكل خد لا يمكن هيبرز شكل غير طبيعي. إحنا قبل ما بنعمل augmentation أو قبل ما بنعمل تعزيز لشكل الخد بنصلح الديفوهات اللي بتبقى موجودة في البداية. إحنا كلنا مخلوقين بنص وجه دائري ونص تاني محدد، كمان أو منحوت. كمان النوم على الخد بيغير الشكل. لما نقعد مثلا وإحنا حاطين إيدينا تحت خدنا كده بيخلي فيه انخفاسات في الخد، فدي إحنا لازم نعالجها في البداية. دي علشان تتعالج هتاخد حوالي 3/4 أو 2 ملي علشان خاطر الناحية اليمين تبقى زي الشمال، وبعد كده نبدأ نخليهم الاتنين قد بعض. فإذا أنت خايفة إحنا بنبدأ ب1 ملي بس علشان نعدل الشكل ويكون في المسار الطبيعي. حابة تزودي بعد كده هناخد 2 ملي. 2 ملي كده، الملي التاني علشان يتوزع على الخد كامل اللي هو شكله بيضاوي، يدوبك هيدي ارتفاع لذيذ وحلو ولطيف. أنا عارفة إنه في ناس بتشوفوها بيبقى واضح قوي الفيلر في الوش. ليه؟ لأن ال1 ملي لما بيتاخد بيتقسم نص هنا ونص هنا، النص بيتركز في نقطة واحدة بس. الخد عمره ما بيكون نقطة واحدة بس، الخد شكله بيضاوي كذا نقطة، حوالي 6 أو 7 نقط هي اللي بيتحقن فيها علشان نوصل للشكل المظبوط. فبنوزع النص ملي على المنطقة دي كلها، لكن لو حط نصها في منطقة واحدة بس، نقطة واحدة بس، هيبقى الشكل فعلا مش طبيعي، وهيبقى من نقطة فيلر واحدة بس، وهيبقى برضو ستيل في ناحية الشمال غير الناحية اليمين. فده بيخلينا نطمن، بمعنى إن إحنا ندور على الدكتور اللي عنده نظرة فنية كويسة، اللي عينه بتجيب الشكل المظبوط، ونبقى متفقين كده مع بعض من الأول إن أنت شكلك هيبقى كده، بتبصي في المراية وتشوفي شكلك هيبقى بالمنظر ده. موافقة؟ خلاص ماشي، بنتوكل على الله. بما إنك دلوقتي بتسألي وبتقولي إن أنت خايفة، إذن أنت إنسانة حذرة، وده شيء كويس إن أنت تكوني حذرة وما تكونيش متطلبة للحاجات الأوفر دي، بتبقى مشوهة مش مجملة للوجه. ده بالنسبة للفيلر. بالنسبة بقى للبوتوكس، دايما بنخاف من إيه؟ طالما أنت قلتي إنه بيغير الملامح، يا إما بقى بنخاف إن الحواجب تبقى عاملة زي 7 أو زي 8 كده، أو بنخاف إن الحواجب تنزل لتحت، أو إن الوجه يفقد تعبيراته تماماً ويبقى الجبين متجمد ما فيهوش أي نوع من أنواع الحركة. دي بتحصل بس مع شخص مش متمكن من إنه يعطي البوتوكس. الحقن بتاع البوتوكس لو نزل عند المنطقة اللي هي مسؤولة عن حركة الحاجب، ساعتها الحاجب هيبطل يتحرك. إذا اتحقن مثلا في منطقة داخل العضلة اللي هي المتحكمة في حركة الحاجب، هيدينا منظر 8 ده. المهم دلوقتي احنا زي ما بنشوف على السوشيال ميديا، انه عشان تدي البوتوكس خدي النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي، وكلنا نقعد نتفرج ونحفظها كده. الكلام ده كويس بالنسبة للدكاترة المبتدئين،
علشان خاطر ما يحصلش مشاكل. لكن مع الخبرة مع السنين لازم يكون في أسلوب تاني لأخذ البوتوكس، لأن التجاعيد مش عند كل الناس زي بعض، ما هيش موجودة في نفس المكان، ترتيبها مش واحد. احتمال عندي أنا عند نفس الشخص التجاعيد اللي في منطقة اليسار مش زي اللي في منطقة اليمين، ما أقدرش أثبت عدد اليونتس أو الوحدات اليمين زي الشمال، ساعتها الشكل هيطلع فعلا طبيعي. وبنبدأ برضو بيونتس أو وحدات أقل شيء ممكن عشان ندي فرصة إن يكون في رتوش في جلسة تانية بعد 10 أيام أو أسبوعين بعد ما بيستقر تماماً عمل البوتوكس اللي خدناه مبدئياً، وبعدين نشوف إذا في حاجة عايزة تتصلح ساعتها بنقدر نصلحها. في حاجة كمان بقى، يعني لازم يكون في ثقة إن البوتوكس دوت نوع كويس ما بيعملش أي مشاكل. أظن ده بيبقى مع السؤال، أظن السمعة دي بتبقى حاجة معروفة عند الناس. دايما أقول أهم حاجة تدوري على الشخص الأمين اللي بتثقي فيه واللي بتثقي في إيديه، والقرار دايما في إيد الدكتور هو بيكون صح مش في إيدك أنت، علشان فعلا تطلع شكلك طبيعي ما فيهوش أي خوف. ناس كتير بتقول إن البوتوكس بيخلي الوش ثابت ومفهوش تعبيرات، هل ده حقيقي وإزاي نتجنب الشكل المتجمد؟ ده الشكل المتجمد للبوتوكس. شوفي إحنا عندنا الجبين في جزء منه العضلة اللي هي بتتحكم في حركة الحواجب فوق وتحت، فوقيها في المنطقة بقى اللي بيحصل فيها تجاعيد. المفروض إن إحنا بنحقن في المنطقة اللي فيها تجاعيد فوق، ما بنحقنش في المنطقة اللي مسؤولة عن حركة الحاجب. الدكتور أكيد بيبقى عارف. كمان العضلات اللي هي في الجبين دي متشابكة مع بعض، يعني مش هحقن بس التجاعيد الأفقية واسيب 111، هما الاتنين ماسكين في بعض، أكيد بيبقى فيهم هما الاتنين مشكلة. يعني لحد ما ممكن يكون في 111 بسيطة قوي، لكن المشكلة اللي في الجبهة كبيرة. ممكن العكس، يكون في تجاعيد بسيطة في الجبهة لكن 111 كتير. لما بنفكهم الاتنين مع بعض ده بيدي النتيجة الكويسة. يعني بيجي ناس تقولك لا أنا مش هاخد وحدات كتير، أنا يا دوبك بس عايزة أشيل التجاعيد اللي هي موجودة في الجبين. خلي القرار دايما في إيد الدكتور علشان خاطر توصلي للنتيجة الصح، ما يبقاش شكلك مش طبيعي. في خوف كمان من هروب الفيلر أو إنه يتحرك من مكانه، ده ممكن يحصل فعلا؟ ولو حصل نتصرف إزاي؟ طيب أشوفي، بما إن أنتي سألتي السؤال ده فأنتي قريتي وحابة تطمني. هروب الفيلر بقت الناس تسأل عنه كتير دلوقتي. ليه؟ لأنه أصبح إن كمية كبيرة من الناس بيطلبوا الفيلر، تقريبا بقى هو يعني تاني أو تالت حاجة بنسأل عنها في عالم التجميل الفيلر. هروب الفيلر بيحصل في وقتها أو ممكن بعد فترة. ليه بقى؟ أول سبب ممكن يكون هو الفيلر نوعه كده بيتحرك من مكانه لحظة ما أنا بديه. دي حاجات أنا شفتها والناس قالوا لي كتير إحنا خدنا النوع الفلاني وحصل منه كذا. يعني مثلا واحدة خدت في خدها تبص تلاقي الفيلر بعد كذا يوم تحت عينيها في بلج أو في نتوءات كده من الفيلر ظهرت تحت العينين. شفت واحدة حقنت خدها وبعدين ظهر لها كورة في الشفايف. بصراحة هي الأنواع دي معروفة بالاسم بالنسبة لنا. حاجة زي كده أنا مش بشتغل بيها. ده أول سبب. تاني سبب ممكن يكون فيلر تقيل اتحقن في مكان ما ينفعش يتحقن فيه غير الفيلر الخفيف، زي مثلا فيلر تقيل وحقنه جنب العين حواليها عضلة قوية جدا بيحصل لها انقباض. بعد فترة هتاخد الفيلر التقيل ده وتحركه يدخل جنب العين، هتلاقي الحاجم مثلا سقط. لو احنا حاقنينه فوق في منطقة فوق العينين، أو هتلاقي في انتفاخات تحت العين علشان خاطر احنا حاقنينه
في منطقة تحت العين. منطقة كمان مشهورة، الداكليب أو الشفايف زي شفايف البطة اللي بنقول عليها. هما الناس بتطلب إن هي عايزة شفايف كبيرة قوي، فلما بيتحقن فيها كمية كبيرة أو نوع تقيل بيتحط في منطقة حد الشفايف مع تحرك الفم، والعضلة اللي حوالين الفم دي عضلة قوية جدا، هتبصي تلاقي الفيلر بيتحرك لفوق. هي ممكن ما تشوفوش، لكن مين يشوفوا اللي جنبها ده بيتشاف بالورب مش من المراية الأمامية. خلينا نكون عاقلين في تصرفاتنا. حتى هقولك بالنسبة للشفايف، تلتين إبرة يدوب علشان يكفوا تحديد وملو خفيف جدا للشفة اللي فوق، والتلت بيتفضل للشفة اللي تحت. فواحد ملي من الفيلر اللي الأصول يتحط في الشفايف هيديكي شكل طبيعي لطيف، عمره ما هيكون معاكي بالشكل الفظ اللي احنا بنشوفه ده. طب نتصرف ازاي لو ده حصل؟ شوفي، الفيلر معمول بتقل معين، يعني في وزن جزيئي كده عالي وفي وزن جزيئي منخفض. الروابط اللي ما بين جزيئات الفيلر يعني بتفرق من إبرة للتانية، من نوع للتاني. المفروض إن كل حاجة بتتحط في مكانها. يعني مثلا اللي تحت العين المفروض أنا أحط فيلر نوعه خفيف يتحط على العظم، ما يتحطش لفوق. المفروض اللي بيتحط في الشفايف يكون متوسط، دايناميك، بيتحرك مع حركة الشفايف علشان خاطر لما يتحط ما يتحركش من مكانه. اللي بيحصل إيه؟ إن هو لما بيتحرك من مكانه بيروح لمنطقة الإنزيم الهيالورونيديز اللي موجود عندنا في الجسم بطبيعته ما بيقدرش يسيطر عليه في المنطقة اللي هو راحها، المنطقة اللي مش بتاعته. أجي أنا بقى بالهيالورونيديز اللي عندي أحاول أكسره. ما الإنزيم الهيالورونيديز لازم يكون موجود في العيادة طالما فيها حقن فيلر. ممكن يحصل غلط، في ساعتها لازم يصلح. أما لو تساب فترة وعاوزين بقى نرجع نصلحه بعد كده بيبقى فيه فعلا مشكلة، لأنه أصبح موجود في منطقة مش المفروض يكون موجود فيها. ممكن يحصل حواليه شوية التهاب أو شوية تليف أو تكيس حواليه، أو هو والجلد يبقوا حاجة واحدة، يبقى صعب ساعتها إن أنا أدوبه. عشان كده دايما لازم يكون المريضة قريبة من الدكتور في الفترة الأولانية، أول أسبوعين. ما ينفعش أنا أخده النهاردة وأسافر بكرة، لازم يكون دايما قريبة من الدكتور علشان خاطر أشوف إيه اللي هيحصل أول أسبوعين. بعض البنات بتقلق إن بعد ما الفيلر بيدوب شكل الشفايف بيبوظ أو يحصل ترهلات، هل ده حقيقي؟ وإيه اللي بيحصل فعلا بعد ما الفيلر بيروح؟ شوفي، حكاية إن الجلد يكرمش تاني أو يحصل ترهل بعد ما الفيلر يدوب، الفيلر الكويس لما يتحقن في المكان الصح عمر ده ما يحصل. يعني يحصل ليه بالذات في الشفايف؟ ده يحصل مع الناس اللي هي بتعمل ليب تاتو، الناس اللي بتعمل توريد، مش اللي عند الدكاترة. ده التوريد اللي هو بيعملوا لون عند أخصائيات البشرة أو عند الكوافيرات. ده فعلا بيعمل تليف، بيخلي الشفايف حجمها يصغر ويبقى فيها تشققات. يعني مفيش أي فايدة منه على الإطلاق. أنت عاوزة شفايفك تبقى لونها كويس، في وسائل تانية عند الدكتور، في فراكشنال ليزر، في كاربون ليزر، في حقن بلازما، في أنواع معينة من الفيلر دي اللي تقدري توصلي بيها لشفايف كويسة من غير ما يحصل لك مشاكل بعد كده. تاني نقطة بقى أو غلطة بتحصل بقى عند الدكتور، إنه يكون في حقن مستمر لإبر نضارة حوالين الشفايف، حقن مستمر لوزن مش مظبوط للشفايف. بعد فترة هيعمل تكتل في الطبقة السطحية. التكتل ده هيبقى تقيل وشكله مش لطيف. دايما كل حاجة مدروسة وبحساب.
مش كل حاجة أنا أروح يلا أدي إبرة فيلر وخلاص، رحت حقنت فيلر وخلاص. ده علم كبير لازم يتطبق بطريقة صح علشان نوصل للحاجة الشيك اللي إحنا عاوزينها، ونتفادى اللي ممكن يحصل بعد كده من أخطاء. واحدة من المخاوف الكبيرة كمان إن لما بنوقف التجميل وشنا ممكن يبان أكبر أو مجهد، هل ده بيحصل ولا ده اعتقاد خاطئ؟ في حالات برضو معينة دايما هقول الحاجة لما بتتنفذ غلط اللي بيحصل بعد كده التبعات بتبقى مش كويسة. في حاجة بقى أولا الناس كلها أو البنات حواء عموما تمشي وراها اسمها إبرة نضارة، إبرة نضارة، إبرة نضارة. يعني هايلورونيك أسيد، تقول أنا بروح أعملها كل شهر، كل 3، كل 6. فده غلط. أولا هي يوزلس أو مش مفيدة علشان خاطر أنا أجري وراها قد كده. ده كل الحكاية إن في هايلورونيك أسيد بيبقى في الطبقة السطحية بتاعة البشرة، مرة في مرة ده بيبقى تقل على الطبقة اللي تحت، فبيأثر على الطبقة اللي تحت اللي هي مصدر البروتينات بتاعة الخلية، البروتينات اللي هي هايلورونيك أسيد، اللي هي كولاجين، اللي هي إلاستين. فالحقن العشوائي مش كويس. ده بيخلي فعلا البشرة بعد كده بتبان إن هي أكبر في العمر وما عندهاش قدرة على التجدد زي الأول. تاني حاجة في ناس من بيروحوا عاوزين يعملوا ميك أوفر أو تغير كبير في الوش ويحقنوا من 8 إبر لأكتر من كده على الوش، تقيل قوي كده على الوجه في المرة الواحدة. إن ده يتحقن ده هياخد الوش وينزل تحت، خصوصا لو السن كان كبير. الأربطة مش شايلة الوش، مش قادرة ترفع الفيلر لفوق. الفيلر ساعتها مش هيرفع البشرة لفوق، بالعكس ده هياخد الأربطة وينزل تحت أكتر، والتهدل هيبان أكتر. تاني هرجع وأقول كل شيء لازم يكون مدروس، ده علم كبير ولازم يتطبق صح. في بنات عندهم خوف من موضوع التعقيم أو استخدام أدوات مش آمنة، حضرتك إزاي بتضمني سلامة الأدوات والخامات اللي بتستخدمين؟ شوفي بالنسبة للأدوات، الجزء المعدني من الأدوات لازم يتحط في معقم اسمه السايدكس، بتحط فيه 3 ساعة علشان كل الأشياء المعدية اللي فيه ما تتنقلش للي بعده. ده بالنسبة للأجسام اللي هي المعدنية. في حاجات بقى اللي هي بتبقى disposable، يعني نستخدمها وبعدين بنرميها، زي الإبر بتاعة الديرما بين على سبيل المثال. في حاجات بنعيد استخدامها مرة تانية. احنا طول الليل بتتحط في بيتادين، اوكي. دي حاجات لازم انت تكوني متأكدة منها. بالنسبة بقى للماتيريالز او الاشياء اللي احنا بنستخدمها بتشوفيها بعينك، يعني بتشوفي الفيلر ده على سبيل المثال له هوية، له اسم، له عنوان داخل بطريقة صحيحة. كل ده بيبقى موجود على العلبة من بره. الخوف من أنواع الفيلر كمان منتشر، لأن مش كله آمن ومش كله بيكون مناسب لكل وش. إزاي البنت بتعرف النوع المناسب ليها؟ حلو قوي السؤال، وكويس قوي إن انت عارفة إنه في أنواع للفيلر، في كويس وفي مش كويس. أسعار الفيلر، أسعار 1 ملي أعتقد معروفة عند الكل دلوقتي، في رينج كده معين معروف. ده يبقى كده إيه سليم. أقل من كده بكتير، وده بيحصل في بعض الأماكن اللي مش مترخصة، ده طبعا يتخاف منه جدا، ده تبعدي عنه. ده الله أعلم ده فيلر هيلورونيك أسيد رديء ولا سيليكون جل، الله أعلم بيه. وزي ما قلتلك الفيلر برضو العلبة بتاعته مكتوب عليها الاسم، مكتوب عليها العنوان، مكتوب عليها التصريح. وإذا أنت بتثقي في الدكتور يبقى توكلي على الله. في بنات بيخافوا من الليزر وبيقولوا إنه ممكن يعمل حروق أو يغمق البشرة، إزاي نطمنهم إن الليزر آمن وما ينفعش يتعمل في أي مكان؟ تقصدي ليزر إزالة الشعر؟ ليزر إزالة الشعر هو الشيء الأكثر تداول في عالم التجميل، لأن تقريبا معظم البنات والسيدات بيحتاجوه.
ودايما في تطور سبحان الله في الأجهزة وفي كفاءتها وفي درجة الأمان بتاعها. برضو في حاجة مهمة قوي دايما احنا بنقولها كدكاترة، أهم شيء في الآلة اللي واقف وراها، اللي بيستخدمها، اللي يعرف ازاي يطوعها بحيث ياخد أحسن نتيجة وأقل أخطار. في أسئلة معينة لازم تتسأل للمريضة عن طريقة استجابتها للضوء أو المشاكل اللي بتحصل معاه علشان نقدر نحدد منها الجرعة بتاعة الليزر اللي هتتاخد، وفي تعليمات المفروض تتنفذ بعد كده علشان ما يحصلش مشاكل. وأي حاجة في الحياة ممكن يحصل منها مشاكل، المهم إنها تكون صادرة عن علم مش عن جهل باللي بيحصل، فبالتالي بيبقى في علم في إزاي نتصرف مع المشكلة لما تحصل. الانفكشن أو العدوى بعد الفيلر أو البوتوكس بيخوف ناس كتير، هل ده فعلا وارد؟ وإيه الاحتياط اللي بتحمي البنات من أي مضاعفات؟ والله هو سؤال غريب. انفكشن بعد الفيلر أو البوتوكس، يفترض إن السرنجة دي بتتفتح قدامك، السرنجة دي بتاعتك، الإبرة اللي موجودة دي بتتفتح قدامك وتتحط في السرنجة، خلاص دي بتاعتك، دي مش سرنجة من واحدة للتانية للتالتة. مستحيل الإبر بتاعت السرنجة تعدي على حد تاني غيرك، بتخلصي حق بتترمى. هي يمكن في حاجة إن يحصل التهاب مش عدوى من حد لحد، يعني في ناس عندها هيربس اللي هو بيبقى فقافيق كده تطلع حوالين الشفايف لما يكون الإنسان عنده برد أو مناعته منخفضة. لو أنتي عندك هيربس نشط في الوقت ده، لا ما تاخديش فيلر في الوقت ده، لأنه متوقع إنه هو ينقل للمكان اللي حصل فيه دخول الإبرة. لكن لو أنتي عندك استعداد إنه هو يجيلك، لازم تاخدي زوفيراكس، مضاد الفيروسات الوحيد اللي معروف إن هو بيتاخد في الحالات دي. إنما عايزة تقولي إنه ممكن يحصل التهاب بكتيري لو في مثلا حصل إن إحنا حققنا كمية كبيرة من الفيلر، ولقينا إن المريضة دي ممكن يكون عندها التهاب والشهب بيتنفخ بيورم بسرعة، يستحسن بتاخد مضاد حيوي، بتاخد مضادات الالتهاب، بتاخد حاجة زي الأنفنترن علشان يمص الرشح اللي بيبقى موجود لما جسم غريب بيدخل جوه الوجه. فكرة الألم والتورم بعد الإجراءات بتخلي بنات كتير بتتراجع، هل كل الإجراءات دي بتوجع ولا في خيارات مريحة أكتر؟ كلمة إبرة أكيد في شيء من الألم، بس أكيد إحنا كلنا عارفين إنه في بنج موضعي بيتحط لمدة 3 ساعة على الأقل قبل ما ناخد الفيلر. ساعتها السرنجة اللي الإبرة بتاعتها كويسة لما تدخل بعد البنج عمرها ما هتسبب ألم، بس شيء من عدم الارتياح. كمان الخوف أو الرهبة بيعلوا الإحساس بالألم، بيعلوا الإحساس بعدم الارتياح. فمتهيألي الفترة 3 ساعة اللي بتاخدي فيها البنج اللي بيبقى فيها كلام وأخذ وعطا دي بتهدي النفسية. حاجة بقى كبيرة زي الخيوط دي تعتبر زي عملية. البنج مش بس بيبقى كريم موضعي، ده بعد ما بنحط الكريم بندي إبر حقن ليدوكاين في المكان اللي إحنا هنمشي فيه. هنفضل مش حاسين بألم طول ما مفعول البنج موجود. لما بنروح البيت والمفعول ده يختفي، الخيوط بالذات أكيد هيكون فيها ألم، فبناخد مضادات التهاب، بناخد مسكنات، ودايما نبقى على اتصال بالدكتور. الله أعلم اللي حصل، الألم زاد، الألم زي ما هو ولا بيقل، يا ترى هو مع الحركة بيزيد ولا هو ثابت ولا عامل تنميل. كل دي حاجات بتتحط في الحسبان.
تاني هرجع وأقول محدش يعمل فيلر أو بوتوكس وتعمل خيوط وتاني يوم تسافر ما تبقاش جنب الدكتور. لا، هي كده حطت نفسها تحت مجازفة. في بنات بيخافوا من النتيجة العكسية، يعني بدل ما يتجملوا شكلهم بيطلع مش حلو أو يتغير للأسوأ، حضرتك إزاي بتتفادي ده في شغلك؟ إزاي التجميل يتحول للعكس؟ إنه يتعمل غلط، إنه يبقى في المكان الغلط. شوف، أول حاجة إحنا بنشوف الاستراتيجي اللي إحنا هنمشي عليها. يعني إحنا عاوزين الوش ده نعمل فيه إيه، الاستراتيجي بتاعنا. إحنا مثلا عاوزين نعرضه من تحت عشان هو رفيع قوي، عاوزين مثلا نكبر الشفايف سنة علشان خاطر يبقى فيه تناسق مع بقية الوجه، عاوزين ندي بوتوكس علشان خاطر نخلي الوش تعبيراته لطيفة مش متشنجة. دي اسمها الاستراتيجية بتاعة العلاج. دي بيبقى في حوار ما بيني مثلا وما بينك علشان خاطر نتفق على اللي هيحصل. تاني حاجة بقى، اللي بيحط البروتوكول هو أنا. ما ينفعش حد غير الدكتور يحط هو البروتوكول ويقول أنا هشتغل إزاي. تالت حاجة بقى، في المواد الآمنة اللي إحنا بنستخدمها في الطريقة الصحيحة. دي حاجات بقى تخص الدكتور. وتاني وتالت ورابع هفضل أقول إن القرار دايما في إيد الدكتور، ما ينفعش يكون في إيد الزبونة. هي ليست متمرسة إنها تعرف أنا أصلح ده يبقى أعمل إيه. ما هي افرض هي مثلا عاوزة تكبر الشفايف وعمالة تاخد فيها كتير، مش ده الحل. الحل مثلا إن إحنا نحقن في خطوط الضحك، هنبص نلاقيها إيه، ارتفعت. يمكن نحقن الخد، هنبص نلاقيها برضو بانت أكتر. ده أسلوب بقى عاوز عيون بتلتقط الجمال بقالها فترة وفيها تمرد. أشهر جملة بتتقال هي أنا خايفة أعمل فيلر ويبان، حضرتك بتوصفي إيه إن الشغل باين ومش طبيعي، وإزاي بتضمني الشكل الطبيعي؟ شوفي، الشغل باين ويكون طبيعي اتحط في المكان الصح، استخدمنا الماتيريال الصح، حصل في كلام ما بيني وما بينك واتفقنا على شكل معين انتي عاوزاه. هقولك تتخيلي شكلك ازاي لو ركزت مثلا الفيلر في الناحية الفلانية، شكلك هيكون كذا. هتبصي في المراية وهتقولي مثلا اوكي. وانا دايما عهدت ان ما فيش ابرة واحدة اتحقنت صح وتخلي حد يحس ان شكله مش طبيعي ابدا، عمرها ما بتحصل. يمكن 3 إبر أو إبرتين بالقليل عشان خاطر يعملوا المفعول الواضح في الوجه، بس يتحقنوا بطريقة سليمة. علشان كده ابتدي دايما بالعدد الأقل وبعدين نعلى مرة واثنين وثلاثة. ومش كل حد يعرف برضو يقيم. كل الحكاية إن هي عينين بتعرف تلتقط الجمال، وعلم بعد كده بيطبق اللي شافته العين. لو حد عمل فيلر أو بوتوكس في مكان غلط، هل ممكن يتصلح ولا خلاص؟ شوفي، بالنسبة للفيلر في الهيالورونيديز بيدوب الفيلر على طول. دايما مع فيلر الهيالورونيك أسيد في خط رجعة، وعلشان كده فيلر الهيالورونيك أسيد يعني هو المتسيد الموقف في عالم الفيلر. ما عجبكيش المكان بندوبه في ساعتها. أما بقى بالنسبة للبوتوكس، المفعول بتاعه مش بيبقى يحصل في ساعتها، هنستنى 4 أيام على ما يبدأ يبان المفعول بتاعه صح ولا غلط. والمفعول ده بيبتدي يزيد لما يثبت عند 10 أيام بعد الحقن. في الحمد لله في بعض الحاجات، في بعض الوسائل بتعدل يعني، بس حاجات معينة مش كل حاجة. يعني دلوقتي لو الجفن العين سقط بعد ما بندي بوتوكس، في قطرة عين بتتاخد بعدها
الجفن العين إن شاء الله بيرتفع. لو الحقن كان في منطقة منخفضة، الحاجب هينزل لتحت، لا صعب إن احنا نعالجه. في منطقة إذا اتحقن فيها جنب العين قوي بتعمل زي حول، ده صعب إن احنا نعالجه. بس الميزة في البوتوكس إنه هو بيقعد فترة وبيفك، يعني المشكلة دي هتقعد معاه 6 شهور وهتروح. بس أكيد محدش يحب أبدا إنه يواجه موقف زي كده، فلازم هنتوجه للدكتور برضو المتمرس علشان خاطر ما يحصل لناش المشاكل. الخوف من إن النتيجة تكون مؤقتة قوي وتحتاج تكرار دائم. الخوف إن النتيجة تكون مؤقتة، لا مؤقتة دي ما يتخافش منها أبدا، بالعكس الشيء الدائم هو اللي يتخاف منه. الفيلر الدائم مثلا يكون مثلا هو ده عادة اللي بيتقال عليه نتيجة مؤقتة، أو اللي هي بايوستيموليتورز أو محفزات الكولاجين، ده شيء طبيعي. ده معناه إن أنا اديت شيء من نفس مكونات الجسم، والجسم بطبيعة الحال بيتخلص منه بعد فترة، حتى لو بقى جزء بسيط جدا ده عمره ما بيبان وعمره ما بيعمل مشكلة. إنما تقصدي مؤقت جدا بمعنى إنه هو الفترة بتبقى قصيرة قوي، شهرين، أو وانتي عاوزاها تكون أطول من كده مثلا 6 شهور، بتفرس أكيد في الماتيريال، في البرودكت اللي إحنا بنستخدمه، والدكتور بيبقى لحد ما عارف النوع ده إيه. في ناس كمان عندها تكسير الفيلر بيكون أكتر، يعني مثلا زي الناس اللي عندها سكر. الناس اللي عندها سكر جسمها بيكون جاف دايما، فبيحتاجوا لفيلر كمية أكبر. فبيتهيألك أنت لما خدتي 1 ملي ما أثرش إنه هو راح تماما، لا أنت بس محتاجة كمية أكبر. عموما الناس اللي عندهم أمراض مزمنة لازم يقولوا إن هم عندهم الأمراض دي علشان خاطر يعرفوا معلومة إن هو هيبان أو مش هيبان. يجيبوا تقرير من عند الدكتور الباطنة أو دكتور المناعة اللي هم شغالين معاه، إذا بينفع ياخدوا أصلا فيلر ولا إذا مش بينفع. الخوف من التجارب السيئة اللي شافتها على السوشيال ميديا. طبيعي إن الإنسان يخاف من حاجات سيئة، ودايما طالما الحاجة اشتغلناها بتظهر محاسنها وبتظهر مساوئها، بس دايما المساوئ هي اللي بتظهر أكتر. يعني مثلا لو فرضنا الشارع مثلا في 1000 سيارة بتمشي ولا حد حاسس بيها، لكن لو واحدة بس عملت حادثة الكل بيتكلم عنها. بس ده معناه التواجد. إذا إحنا ما اشتغلناش يبقى إحنا فشلنا في تطبيق العلم. إذا إحنا ما اشتغلناش مش هيبان اللي انتي بتقولي عليه ده، بس اللي المفروض المشاكل اللي بتقولي عليها ده بتبقى حاجة اسمها مضاعفات معروفة. للدكتور بيبقى عارف إن هي ممكن تحصل، زي مثلا بعد التحسس، بعد الاحمرار، يكون الشكل مثلا مش عاجبنا، عاوز يتصلح. لكن لما يحصل مثلا إن الفيلر يدخل في شريان ويعمل انسداد، والمنطقة دي هي الخلايا تبتدي اللي فيها تموت، لا دي مش مضاعفات متوقعة أبدا، دي حاجات غلط كبير مش المفروض إنه هو يحصل. ده معناه إنه في خطأ فادح في تطبيق العلم. ما أعتقدش في دكتور متمرس ممكن يوصل للمرحلة دي. الخوف من الفشل العلاج التجميلي للبشرة زي الليزر أو الهيدروفيشيال. فشل يعني ما جابش نتيجة. ما جابش نتيجة. شوفي هقولك على حاجة بالنسبة لليزر إزالة الشعر، الحاجة اللي ما تخليش الوحدة تستجيب لليزر إزالة الشعر خصوصا الوجه هو ارتفاع هرمون الحليب، على عكس الناس متصورة إنه هو
تكيس المبايض، ارتفاع هرمون الحليب إذا كان في مقاومة للاستجابة بنطلبه عادة بيبقى عالي. آه، ده السبب. تاني ده إذا طبقت المقاييس صح. تاني حاجة إذا المقاييس بتاعة الجهاز ما اتطبقتش صح، يعني المفروض أنا مثلا أدي فلونس أو جرعة معينة هي المفروض دي اديت أقل منها، بالعكس النتيجة هتكون عكسية. استخدمت جهاز الطول الموجي بتاعه بيأثر بشدة على اللون، وأنا أحطه على شعراية ما فيهاش قد كده لون، ده هيبقى فيه مشكلة ومفيش استجابة. فالأحسن إن احنا ندور على نوع تاني. يعني من كلامي القصة كلها محتاجة علم فيه مفصل، فيه دراية بالسبب، فيه دراية بطريقة إزاي أنا أعالجه. يعني مسألة إن الناس بتجري ورا مكان فيه تخفيض قوي علشان الجهاز قد كده قديم أو قد كده بيحصل فيه أعطال على حساب إن هي صحتها، على حساب أشياء تانية، ده قرار غلط تماما، وهي تتحمل مسؤولية القرار اللي أخدته. هل لو بدأت بوتوكس لازم أفضل أحقن طول حياتي؟ لما تبدأي حاجة ولازم تحقني ما طول حياتك، لا. انت في البداية انت واخداها علشان خاطر هدف معين، انت عايزة بوتوكس علشان خاطر تلغي التجاعيد، عشان في فرح مثلا، عشان في مناسبة، خلاص دي حرية شخصية، ممكن توقفيه، لأنه هو ردة فعل العضلة لا يمكن يكون عكسي. دي حاجة معروفة في البوتوكس، ردة فعل العضلة لا يمكن يكون عكسي. إن أنا مثلا أقعد أدي في العضلة كتير وبعدين العضلة ما تعرفش تشتغل بعد كده، هي هترتاح. لما أنا باستمرار أديها العضلة هترتاح، إنما أنا لو وقفت في النص العضلة هترجع زي ما كانت بالظبط، يبقى أنا هرجع من أول وجديد أشتغل. لكن لو فضلت مثلا آخد كل 4 شهور، أول ما أحس إن العضلة بدأت تاني تنقبض، أنا كده باخد كمية أقل، بحصل على نتيجة هتقعد معايا فترة أطول. ده ميزة، ده مش عيب. المهم أنتي عايزة إيه، إنما خوف من بوتوكس لا. خايفة أبدأ بوتوكس وأندم إن شكلي الطبيعي كان أحلى. شكلك الطبيعي كان أحلى. أنتي رحتي تعملي بوتوكس علشان خايفة عايزة تمشي التجاعيد، مش علشان خاطر شكلك مش عاجبك ورايحة تاخدي شكل تاني. ما هو ده ما بيحصلش إلا في رفع الحواجب. في طريقة معينة أخلي بيها طرف الحاجب يترفع بطريقة أفقية، في طريقة تانية أخلي طرف الحاجب يترفع بطريقة لفوق. دي ملهاش علاقة بالتجاعيد، دي حاجة أنا حباها. فلازم تكوني متأكدة كويس قوي من الإجراء اللي أنتي عاوزاه ده. بس أنا شايفة علشان خاطر تاخديه لازم يكون في هدف، يكون في سبب جمالي أو سبب وظيفي. أنا مضطرية أرفع آخر الحاجب لأن الجفن مثلا مطوي، الجفن مضايقني، مأثر على الرؤية بتاعتي، فلازم أعمله. لكن أروح أعمله علشان خاطر أنا مش عاجبني الشكل ده وعاوزة شكل كتير، بصراحة أنا مش بحب كده، وشايفة إنه هيكون نتيجة عكسية. أنتي ربنا خلقك بشكل معين، خلق فسوى، فما فيش داعي أغير في حاجة، لأن أكيد مش هتكوني مبسوطة.